قناة فخر التعليمية تقدم مرحبا. ورجعنا تاني بقى لشوية دروس ظريفة. لو انت ما شفتش الفيديوهات اللي كانت حصلت قبل كده يا ريت ترجع تشوفها، عشان هي هيبقى فيها شوية حاجات مفيدة هتستفيد منها في المرحلة القادمة. دلوقتي هنتكلم عن أول بيت ممكن تلعبه في حياتك. أول بيت خالص ممكن تلعبه في حياتك هو هيكون عبارة عن إن احنا دلوقتي خدنا الأربعة، اللي هو الكوارتر نوت او اللي هو التا. هتعد على الهاي هات بايدك اليمين لو انت ايمن، لو انت اشول هتعد بايدك الشمال وهتبقى الدرام كت مقلوبه اصلا. هتعد بايدك اليمين 4 على الهاي هات بصوت عالي. 4 بسيطه جدا. هتفضل تكرر ده عشان تتاكد ان السيكونس بتاع الهاي هات بتاعك ماشي بشكل مظبوط. حلو. هتحط كيك او بيس درام في ال1 وال3 بس، يعني هتلعب نفس الشيء، هتلعب مرة من غير ما تحط حاجة خالص، وبعدين في المرة اللي بعدها تحط كيك في 1 و3. تمام. وبعدين هتحط الفكرة دي بتاعت الكيك على جنب شوية، وبعدين هتعملها بس هتحط السنير في 2 و4. تحط السنير هنا في 2 و4، فانت هتعد برضه من غير ما تحط الكيك. هتجرب ان انت تلعبه فاضي برضه، واحدة فاضية خالص، وبعدين في تاني مرة هتحط السنير. المرحلة اللي بعدها منطقي ان انت تحط الكيك والسنير مع بعض، فانت عندك واحدة كيك وواحدة سنير. ده الشكل اللي هو مبدئيا انت لازم بس تفهم ان دلوقتي الهاي هات دي بتعد اضلع محددة، فهتعتبر ان الاضلع اللي انت بتعدها دي هي عبارة عن سير انت بتنزل فيه الكيك والسنير، بتنزل في اماكن محددة، فبالتالي انت بتعد ثابت. ايدك اليمين دي عبارة عن موتور ملهاش اي علاقة باللي بيحصل في بقية الجسم، هي عاملة كده ثابتة، هي المترونوم الشخصي بتاعك. وبتحط بقى الكيك في ال1 والسنير في ال2. تعال نثبت بقى الكيك في ال1 والسنير في ال2، بس نعد على هاي هات بدل ما بنقول 1 2 3 4 او تا 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 تا، هتقول 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and تاتي 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 تاتي. وهتفضل محافظ على الكيك والسنير في الرقم، يعني احنا بنقول 1 and 2 and، يبقى انت عندك الكيك هتنزل في ال1 وفي ال3، يبقى كل الاندات اللي في النص دي ما فيهاش حاجه، فيها هاي هات فقط. السنير هتنزل في ال2 وال4. فاحنا هنجرب دلوقتي نلعب الكيك والسنير في ال1 وال3 وال2 وال4، وبعدين نحط الهاي هات.
فانت دلوقتي بقيت الكيك والسنير في نفس المكان بتاعهم، لو مرسومين على ورقه هيبقى في نفس المكان. الهاي هاتس هي اللي اتغيرت، بدل ما بتلعب سنجل اللي هو كوارتر نوت بتلعب 8 نوت اللي هو الضعف. في بقى مرحله اللي بعد كده اللي هي بتاعت 16th نوت. بس تعالوا نلعب الاربعه والثمانيه ورا بعض عشان نفهم قبل ما نخش على ال 16th نوت. فده الكوارتر نوت والايت نوت. ال 16th نوت بقى مختلفة شوية في فكرة الكاونت على الهاي هات، لأن أنت هتعد ال 16 بإيديك الاتنين على الهاي هات. فأنت العادي خالص إن أنت كنت في الأول بتقول تمام. ده الشكل. هتلعب بقى ال 16 اللي بايديك الاتنين دي على الهاي هات، وهتحافظ ان الكيك والسنير هينزلوا برضه في التو والفور. بس ال 16 يا اما بتقول تافا تيفي تافا تيفي تافا تيفي تافا تيفي، فبالتالي الرقم هو التا دائما. او هتقول 1 اي ان ا 2 اي ان ا 3 اي ان ا 4 اي ان ا، فانت برضو محافظ على الرقم وانت بتعد. وموضوع العد ده مهم جدا، زي ما انت بتمرن ايديك ورجليك والاصوات والحركه، لازم بقك كمان يتعود يعد بصوت عالي. لازم تسمع صوت العد بتاعك من بره مش الداخلي، لان الداخلي ده بيتغير مع اللي بيحصل. فخلي صوتك طالع من بره عشان تسمع صوت تعزف عليه. في الاول هيبقى صعب، ممكن ما تقدرش تعد وتلعب في نفس الوقت، هتتلخبط، هيحصل حاجات، ولكن هو ده شيء من ضمن الاشياء اللي مهم ان انت تهتم بيها وانت بتتمرن. مش حاجة تافهة او مش مهمة او عادي يعني مش لازم اعد او اعد يعني كل الافكار الشيطانية اللي ممكن تجيلك ان ده مش مهم، لا هو ده مهم، وقدام شوية هتتأكد ان هو مهم. لو سبته من البداية يبقى انت هتتعب شوية قدام. بس يعني حاول تمشي ستيب باي ستيب كده عشان توصل يعني تعمل هبوط آمن. ال 16 هتتعد بسيطة جدا. آه، هنحط الكيك والسنير في التو والفور، بس انت هنا عشان بتعد رايت ليفت رايت ليفت سنجل ستروك عادي خالص، فانت هتلعب السنير في التو والفور بايدك اليمين، فبالتالي هيبقى يعني مكمل عادي، يعني هي الضلع بينزل والباقي بيكمل. بسيطة، يلا بينا. حلو. انا دلوقتي بقى عايز العب الثلاث اشكال ورا بعض، وهو ده التمرين اللي انت محتاج تقعد تعمله كتير مع مترونوم بشكل واضح عشان يبقى مظبوط معاك. بتلعب الاربعة والثمانية والستاشر وتلف وترجع وتلف وترجع. تومز بقى والحاجات اللي انت عايز تعملها دي سيبها شوية، اتأكد ان الموتور بتاع الجروف شغال، ما تستعجلش. عايز تقعد تهزر شويه هزر، بس ده بعيد عن الوقت بتاع المذاكره. وقت المذاكره حاول تاخده بجد، ان انت هتقعد تعمل التمرين ده لمده نص ساعه من غير ما توقف. تقعد تلعب نص ساعه بس، مش بطلب منك وقت كبير، نص ساعه فقط، ان انت تقعد تلعب الثلاث تمارين دول ورا بعض، كل واحد 4 مرات، وتعيد وتزيد في التمارين لحد لما النص ساعه تخلص. صدقني النص ساعه دي هتفرق في مستواك، فحاول تبقى تجرب يعني.
وده اهم شكل من الاشكال بتاعه البيت اللي انت محتاج تتاكد ان الموتور ده شغال. يبقى احنا عندنا الكاونت بتاع الاربعة والثمانية والستاشر اللي هو هتقولهم ببقك عادي جدا جدا وتقعد تتمرن على رجلك وانت قاعد. مفيش اي داعي ان انت تعمل قصص كتير حوالين المذاكرة فتأخر العملية. اي حاجة قاعد بتتمرن على رجلك، قاعد بتتمرن في مخك اصلا، ده كويس. المهم ان انت تنفذ وتفضل بتجهز مخك للمعلومة عشان الماسل ميموري تبتدي تشتغل والمعلومات تبتدي تتوزع على جسمك بالشكل اللي المفروض تتوزع بيه. فدول اهم حاجة انت المفروض تبتدي بيها، ان انت تلعب الثلاث اشكال دول ورا بعض من غير خالص ما تتوقف. هما 4 8 16. يعني الكاونت ببقك هتبقى بتعمل 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4 E and a 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4 E and a 1. ده اهم حاجة وده الشكل اللي احنا محتاجين نظبطه بشكل مبدئي. ان شاء الله هنعمل حاجات تانية قريب وعايز اشوف بقى نتائج. يعني لو تقدر تعمل ده تمرين وتقعد تجربه وتصوره وتبعت لي على الانستجرام او حاجة، ده يبقى بيرفكت وممكن نقعد نتابع مع بعض، مفيش اي مشكلة. دلوقتي بقى انا هتكلم عن بيت في الزمن بتاع اللي هو ال 16th نوت اللي احنا لسه واخدينه، بس هيبقى فيه تريك بسيطة جدا جدا ليها علاقة بالهاي هات، وهو يعني سهل بس يعني سبايسي. الهاي هات بتعمل كده. بسيطة جدا. الكيك بتنزل في ال1 وال3 والسنير بتنزل في ال2 وال4. فانت الكيك بتاعتك اللي هو لو انت هتلعب 16th نوت عادية هتبقى تمام. هنلعبها بقى مع الكليك. الشكل العادي اللي هو من غير ما تحط الاكسنتس لازم تعمله وبعدين ده جروف كده ايه يعني تتسلى فيه، عشان في نسبة تشالنج بسيطة عشان الاكسنتس بتاعت الليفت هاند هي الكيك محطوطة ما بينهم، وفي كيك في الاول هي كيك واحدة بس في 2 اكسنتس، فانت هيبقى في شوية حاجات كده هتلاقي جسمك بيستفز ان هو يعملها. بس هو ده الشكل اللي احنا محتاجين نوصل. اشوفكم في الحصة الجاية.